السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى فيديو جديد، وخلاص احنا تقريبا كده خلصنا من الجزء اللي يخص اول الشهر. عايزين بقى من اول الشهر كده نبدأ ان احنا نوفر ونحوش. فانا النهاردة هقولك ازاي بقى تبدأي رحلة توفير ورحلة تحويش من مصروف البيت، وما نستهونش كده بمصروف البيت مهما كان قليل، لا احنا ان شاء الله هنعمل منه حاجات كتير. فانا النهاردة هخليكي تحوشي من مصروف البيت 10000 جنيه في 8 شهور بس، بافكار انت مش هتتخيلي ان انت ممكن اصلا تعملي ده كله من مصروف البيت بتاعك اللي انت اصلا بتستقليه ومش عارفه تمشي بيه. انا هخليكي كمان تحوشي منه بافكار حصري، وان شاء الله باذن الله طريقه جديده، طريقه مش مكلكعه كلنا هنستوعبها، وباذن الله ننفذها ونبقى معانا فلوس كتير، وربنا يا رب يدينا كل اللي نتمناه. بس طالبه منك طلب، بالله عليكي حطي لايك للفيديو ده، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه فضلا منك وليس امرا اشتركي في القناه وادعي لي دعوه حلوه من قلبك، وما ننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. وتعالوا نقول بسم الله ونبدا الفيديو. بصوا بقى هنبدا مع بعض. اول حاجه كده تستقلي باي جنيه معاكي، اي جنيه. طيب يا ام محمد احنا اصلا المصروف بتاعنا ما بيكفيناش، يعني احنا بناخد باليوم او بالشهر او بالاسبوع والمصروف ما بيكفيش. بصي مش هندخل في تفاصيل كتير في الموضوع ده، ولكن اكيد انت بتعملي حاجات كتير غلط، اكيد ولو حاجه واحده بس ممكن تبوظ لك مصروف البيت. طيب انا ما بعملش حاجه غلط وبنزل، بس الحاجه هي اللي غاليه. انت بامكانك ان انت تشتري حاجات على قد اللي معاكي. اعيش على قد اللي معايا، اعيش على قد اللي معايا، وحطوا تحتها مليون خط. خلاص، لما في ناس اقل مننا بكتير الحمد لله قدرت تعمل اكتر. بصوا قدرت تعمل حاجات كتير، قدرت تعمل بيوت، قدرت تعلم وتجوز وتجهز، وقلت الكلام ده كتير، وقدرت بفضل ربنا تجيب اراضي، وقدرت تعمل بيوت لعيالها وتجوزهم وتقعدهم في نفس البيوت. احنا طبعا كلنا من احلامنا كستات ان انا يبقى عندي شقة، يبقى عندي حتة ذهب، بس المصروف ما بيساعدنيش، وجوزي كمان ما بيدينيش مصروف زيادة، لانه ايه، الدنيا ماشية بالزق. طب اعمل ايه؟ لازم على قد ما اقدر بقى اوفر، ابدا الجا لخطط بديله تساعدني في مصروف البيت، لاكلات اقتصاديه، لاني اوفر مثلا في فواتير البيت. الحاجات دي كلها طبعا اللي احنا عارفينها ومتعودين عليها. طيب انا النهارده هقولك ازاي تحوشي 10000 جنيه من مصروفك في 8 شهور بس. انا عارفه ان المبلغ كبير ويخض. انت بتهزري؟ ده احنا مش عارفين حتى نحوش 100 جنيه في اخر الشهر، ازاي يعني هنحوش 10000 جنيه؟ طيب تعالوا كده نبدأ مع بعض نفصص المبلغ ده عشان نخلي الموضوع أهون بكتير، ونحس إن الموضوع أسهل ونسهله على بعضينا. بصوا، لو احنا مثلا هنحوش 10000 جنيه في 8 شهور، يعني احنا عايزين نحوش كل شهر 1250 جنيه. 1250 جنيه في خلال ال8 شهور هيبقى معايا ال10000 جنيه مقفولين. طيب يعني أنا المطلوب مني فصلت المبلغ الكبير من 10000 ل 1250 جنيه كل شهر. بصوا المبلغ بدأ يقل ازاي؟ طب ما احنا برضو مش هنعرف نحوش ال 1250 جنيه. طب تعالوا نبسطها مع بعض اكتر، ننزل بالمبلغ اقل. طيب انا مثلا قلت لكم خلاص احنا هننزله ال 1250 كل شهر. طيب تعالوا كده ننزله لليومي، للناس بقى اللي مصروفها باليوم او مش باليوم، لو انا هقدر اوفره باليوم. يعني انا تقريبا عايزه اوفر كل يوم 42 جنيه. 42 جنيه اخر الشهر في ال 30 يوم هيبقى معايا ال 1250 جنيه. ما هو برضه يا ام محمد احنا مش هنقدر نوفر المبلغ ده. هقولك بقى ارجعي كده لكل بنود التوفير اللي احنا اتكلمنا عليها، ودي انت قادره وقويه وتقدري تعملي اكتر من اللي احنا بنتكلم فيه بكتير. انت تقدري توفري اكتر من اللي انا بقولهولك. انت ست مسؤولة عن البيت فتقدري توفري. لو انت بجد عايزة بتفكري في ولادك وبتفكري في نفسك وبتفكري ان انت عندك هدف كبير وعندك هدف قوي، ان انا مثلا يبقى عندي زي كل الستات حتة دهب. انا ما عنديش دبلة مثلا، نفسي البس حتة دبلة في ايدي. هو انا مش اقل من الناس اللي لابسه، وطبعا انا ما ببصلهمش، لا بالعكس انا ببص اللي هي ايه، الغيره الحلوه دي اللي هي بتخليكي ايه، انت تبصي دي معاها كذا، انا نفسي في كذا، طب ليه انا ما اجيبوش؟ احط الجنيه على الجنيه واجيبه. مش الحقد والعياذ بالله، دي حاجه ودي حاجه. لما تحبي او لما تشوفي حاجه مع حد وانت نفسك فيها، حطيها في دماغك وبالراحه كده ابداي واحده واحده ان انا اسعى واجيبها، ما ابصش اقول دي معاها وانا ما معيش. هو ده اللي انا بكلمكم فيه. خلاص. طيب 42 جنيه انت مش هتقدري توفريهم في اليوم، ده انت تقدري توفري اكتر منهم بكتير 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 بكتير. على فكرة انت تقدري توفري من كل لحظة في يومك، كل لحظة بتعدي عليكي في خلال اليوم انت تقدري توفري منها. تعالوا كده بقى نبدأ مع بعض في رحلة توفير ال 42 جنيه اليوميين دول. يعني بصوا انا عملتها لكم رحلة ازاي اقدر اوفر 42 جنيه كل يوم. بصوا بقى،
اول حاجه كده هتتتبعي مصروفاتك اللي انت بتصرفيها كل يوم. يعني مثلا انا النهارده صرفت 1 2 3 4، هقعد واكتبهم واقول انا صرفت ليه كذا. طيب انا مصروفي 100 جنيه، هقدر اوفر منه 42 جنيه؟ تقدري. لو انت بصي، انت حاطه لنفسك هدف كبير، انا نفسي في حاجه معينه، او بلاش بقى نفسي، عشان لو نفسي برضو هنخسع كده. انت عليكي دين قوي. هل انت مش هتقدري تسدي الدين ده؟ يعني مثلا انا انت واخده مني فلوس ووعدتيني ان انت هتديهاني مثلا كمان شهرين، هل انت مش ملزمه بالكلمه اللي انت قلتيها دي؟ لا، انت ملزمه بيها، صح؟ طيب هنحطها كده نفس الخطه. اعتبري كده ان انت عليكي دين والمفروض تلميه او تسديه بعد 10 شهور، وهبدا ان انا اجي على نفسي واعصر نفسي في خلال ال10 شهور دول عشان الم المبلغ ده. ايا كان بقى، هسده دين، هجيب بيه حاجه انا نفسي فيها، هعمل بيه اي حاجه في بيتي. المهم ان انا اجي على نفسي. اعتبريه كده هدف قوي عشان اقدر أو استمر في الرحله دي، وما اجيش يوم كده يوم يسقط مني. ولا بصي، لو يوم واحد وقع منك، لا انت كده هتقعي مش هتكملي. فلازم على قد ما تقدري تعالي على نفسك، وطبعا هتشاركي الاسره بتاعتك معاكي عشان كلهم يبقوا فاهمين انت بتعملي ايه ويساعدوكي. خلاص، زي ما قلت لكم كده هنتتبع مصروفاتنا لمده اسبوع عشان نقدر نوفر، او نعرف البنود اللي احنا نقدر نوفر منها حاجه او نلغيها خالص لحد ما نكمل المبلغ بتاعنا اللي احنا متفقين عليه. خلاص. تاني حاجه هنقلل المصروفات. يعني مثلا انا النهارده ولادي بياخدوا كل عيل فيهم 10 جنيه، لا انا هديله مثلا ممكن 5 جنيه بس، كل عيل هياخد 5 جنيه، وافهمه ان ال5 التانية في فلوس بتتشال يا حبيبي، وانا الفلوس دي في الاخر انا هجيب لك بيها حاجه حلوه، او هرضيك بحاجه، هجيب لك حاجه، مثلا هنوضب في شقتنا حاجه حلوه، فالعيل هيفرح. شاركي اطفالك معاكي وان شاء الله باذن الله يقدروا يساعدوك. طبعا ده مش في الولاد بس، اي حاجه انت شايفه ان انت تقدري توفري منها نقدر نوفر منها على قد ما نقدر، فنقلل فيها ده بشكل تلقائي وبشكل فوري. خلاص. نيجي بعد كده بقى الخطوه الثالثه، وهو نبيع كل حاجه قديمه موجوده معانا. بصوا انا اتكلمت كتير في المواضيع دي يا جماعه، اوعوا تستهونوا او تتكسفوا ان انت تبيعي حاجه قديمه عندك. هي مش كركبه وخلاص. انا من الناس اللي لما بلاقي عندي حاجه انا شايفه ان هي خلاص ملهاش لازمه، انا مش هستخدمها تاني، انا ببيعها. لو هتجيب لي 50 جنيه انا اولى بيها، هتجيب لي 100 جنيه برضو انا اولى بيها. فطبعا دي كلها فلوس هتساعدك في رحله التوفير والمشوار بتاعك اللي انت بادئاه. فعلى قد ما تقدري اي حاجه قديمه موجوده عندك، اي حاجه بقى هدوم، بلاستيك، اي حاجه بقى، فهتخلص منها على طول، والمبلغ اللي هتجيبه لي هحطه في الحاجه اللي بحوش فيها، ودي هتبقى برضو من ضمن المبالغ اللي احنا بنحوشها على مدار الشهر او على مدار اليوم او الاسبوع. خلاص. طيب نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، وهي خطه التحويش التلقائي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا باخد مصروفي بالشهر، ما باخدش باليوم، فانا هقدر اوفر بالشهر. طيب اروح واخده كده المبلغ بتاعي، المصروف بتاعي اول ما اخده اروح فاصله المبلغ اللي انا المفروض احوشه قبل اي حاجه، قبل الاكل، قبل الشرب، بصوا اعتبريها كده دين زي الديون اللي انت بتدفعيها، زي الايجار والاقساط والجمعيات اللي انت بتدفعيها. بروح واخده الفلوس كده وشايلها في الحصاله وماليش دعوه بيها، انساها. طيب هيتفضل لي مبلغ تاني، المبلغ اللي هيتفضل لي ده هو ده اللي انا هعيش بيه بقى الشهر، اكل وشرب. هبصوا هتشقلط فيه كده وامشي نفسي بيه، انا هو كده، هو دي امكانياتي وهي دي ظروفي. طيب جوزك مش بيساعدك، جوزك هيقولك طب المصروف راح فين؟ اشركيه قولوا له انا عايزه اعمل الحاجه الفلانيه، ده لو انت شايفه ان هو هيساعدك. الحاجه اللي بعد كده بقى ان انا ما اجيش جنب الفلوس اللي انا بحوشها دي تحت اي ظرف. بصوا لا قدر الله لو انا بموت انا مش هاجي جنب الفلوس دي. انا طبعا ماشيه بنظام، وطبعا قايله لكم عليه في نظام تقسيمه الميزانيه ان في مبلغ للادخار ده بيتشال للطوارئ، او المبلغ للطوارئ يعني بيتشال للطوارئ، عيل لا قدر الله اي ظرف ما، فدي الفلوس المختصه بالبند ده. لكن البند اللي انا بكلمك فيه ده ملوش دعوه بالطوارئ، دي حاجه بتاعتك انت بتعمليها، ملهاش دعوه خالص بمصروف البيت، دي حاجه كده على جنب. طيب هو المصروف فيه كام لكل ده؟ لا دي بتاعتك انت بقى، انت تقدري توفري وبصي مش لازم تمشي بال10,000، انا ممكن احوش 3000 على ال10 شهور. يعني انا مطلوب مني اشيل 10 جنيه بس كل يوم. انا بقول لك مثلا انت طبعا انت واللي يريحك هتشوفي المبلغ بتاعك وتقسميه على شكل شهري ثم على شكل يومي، وتبداي تشوفي انت المفروض تحوشي كام على مدار اليوم. خلاص.
طيب اخر خطوه معانا ان انا اراقب تقدمي. يعني ايه؟ يعني انا اشوف بقى كل فتره كده، اجي بقى ابص كده هل انا يعني ماشيه صح، في حاجه بتقع مني، في حاجه في الميزانيه مش مظبوطه، لا. وبعدين لازم اكتب بقى كل حاجه بالورقه والقلم. يعني انا مثلا النهارده حطيت ال 42 جنيه، هروح حاطه ال 42 كده في بند، واروح معلمه عليه، واروح شاطبه. انا كده خلاص عرفت انا حطيت كام، وطبعا اكتب تحت التاريخ عشان اقدر اعرف انا صرفت حطيت كام كل يوم، ما توهش، ابقى عارفه ان انا ايه الدنيا معايا مظبوطه. خلاص. طيب دي كده شويه الافكار اللي تساعدك انك انت تحوشي اي مبلغ، اي مبلغ، مش شرط ال 10000 جنيه، ممكن تحوشي اكتر، ممكن تحوشي اقل، على حسب انت وارادتك. وطبعا قبل اي حاجه زي ما قلت لكم كتير ان التحويش ده اراده، اراده يا جماعه. زيه زي كده، زي ما قلت لكم قبل كده، نظام الرجيم. لو بتعملي رجيم وعندك اراده هتخسي، ما عندكيش اراده هتاكلي وتعكي ومش هتقدري تكملي، صح؟ فهي الفكره بالظبط زيها زي النظام الرجيم. فانت لو عندك اراده ان شاء الله هتكملي، وعلى قد ما تقدري. معلش اوعي تستهوني باي جنيه معاكي، او تحطمي نفسك وتقولي ما انا ياما ناس معاها فلوس كتير قوي مش عارفه تحوش. لو انت حطيتي نفسك في الحته دي يبقى انت مش هتعرفي تحوشي. لا، حطي نفسك في حته لا انا هقدر، لا انا هعمل. اتحدي نفسك من الاخر كده، اتحدي نفسك وان شاء الله باذن الله هتقدري. ده طبعا دي شطارتنا احنا كستات بيوت، كلنا مصريات غير مصريات، كلنا شاطرين ونقدر نعمل اي حاجه الحمد لله بفضل ربنا. احنا قدها. خلاص، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وتكونوا اخدتوا افكار كده، وان شاء الله باذن الله استنوا مني افكار كويسه كتير. وان شاء الله لسه هنمشي بقى في رحله توفير وهنعمل تحديات دهب قويه جدا ان شاء الله باذن الله هنمشيها مع بعض. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وبالله عليكم هتنسوا اللايك والاشتراك في القناه، واكتبوا لي كومنت حلو، ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.